كأس العالم على الأبواب، والجزائر إن عادت إلى المونديال فالسؤال الحقيقي لن يكون من يسجل الأهداف، بل من سيحمي الحلم. في عالم تصنع فيه غسماء بالأضواء، هناك حارس جزائري يصنع نفسه في الظل. حارس بطول 2 سنتيمترات بعمر 25 سنة يتألق في كندا ويحصد الجوائز ويقدم أرقاما وتصديات قد تفاجئكم. واليوم سنناقش نقطة جريئة: هل يعقل أن يكون هذا الحارس الجزائري أفضل من لوكا زيدان؟ نعم، مقارنة مباشرة، ليس لأن الاسم أصغر بل لأن الأداء أكبر. هناك من ينجذب إلى الألقاب، وهناك من ينظر إلى ما يحدث داخل الملعب. في هذا الفيديو سنحكي قصة ريان يسلي، قصة حارس لم يولد وفي يده شهرة، بل صنع اسمه بتصديات حاسمة وردة فعل سريعة وقدرة مذهلة على اللعب بالقدمين وبناء الهجمة من الخلف. سنتحدث عن لماذا قد يكون خيارا حقيقيا لمشروع مونديال قادم، ما الذي يميزه فنيا عن غيره، ولماذا قد يكون الاستثمار فيه قرارا استراتيجيا لا عاطفيا. ابقوا معنا حتى النهاية لأن القصة مشوقة وملهمة فعلا. لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نتحدث عن حارس فقط بل عن فرصة قد تغير مستقبل مركز كامل في المنتخب الجزائري. اليوم لن يكون حديثنا عاديا، ولن يكون هذا الفيديو مجرد تحليل تقني لمركز حراسة المرمى في المنتخب الجزائري. اليوم سنحكي قصة حارس شاب اختار أن يحلم بعيدا فوجد نفسه يطرق باب المجد من أقصى شمال القارة الأمريكية. قصة حارس اسمه ريان يسلي، شاب في 25 من عمره، ولد لأبوين جزائريين لكنه حمل الوطن في قلبه قبل أن يحمله في جواز سفره. طوله 2 سنتيمترات، قامة شامخة كجبال الجزائر التي أقسمنا بها في البداية. لكن هل الطول وحده يصنع حارسا عظيما؟ بالتأكيد لا. بداية الحكاية في ملاعب كندا البعيدة، حيث لا تتركز الأضواء الإعلامية العربية، بدأ ريان يسلي يكتب فصلا مختلفا من قصته. حارس شاب يعمل في صمت بعيدا عن الضجيج، لكنه في كل مباراة كان يصرخ بلغة واحدة: أنا جاهز. حصل على جائزة أفضل حارس في الدوري الكندي لشهرين متتاليين، ليس مجاملة وليس ضربة حظ، بل نتيجة عمل يومي وتصديات حاسمة وشخصية قوية داخل منطقة الجزاء. عندما تشاهده وهو يتصدى لركلة جزاء تشعر أن المهاجم هو من يقع تحت الضغط، لا هو. وعندما ينفرد به الخصم يغلق الزوايا بثبات، يمد ساقيه بذكاء، كأنك تشاهد حارس كرة يد محترف يقرأ الحركة قبل حدوثها. السر في التفاصيل. ما يميز ريان ليس فقط رد الفعل السريع، بل الهدوء الذي نفتقده أحيانا في أصعب اللحظات. يمسك الكرة على مرتين بثقة، يخرج في الركنيات بتوقيت مثالي، لا يضرب الكرة عشوائيا بل يبني الهجمة من الخلف. كم مرة رأينا حارسا جزائريا يحول الكرة مباشرة إلى تمريرة شبه حاسمة من المرمى؟ ريان يفعلها، ينقل اللعب بسرعة، يستغل سرعة مهاجمين مثل أمين غويري ومحمد الأمين عمورة لو تم استدعاؤه. كرة واحدة دقيقة قد تصنع الفارق في مباراة كبيرة. وعندما نتحدث عن رد الفعل يذكرك بشيء من شخصية رايس مبولحي في ملحمة كأس العالم 2014 أمام منتخب ألمانيا. تلك الروح، ذلك التحدي، ذلك الإيمان بأنه قادر على التصدي مهما كانت صعوبة الكرة. أزمة حراسة المرمى والحل الممكن. المنتخب الجزائري يمر بمرحلة انتقالية في مركز حراسة المرمى. الخبرة مهمة، نعم، لكن المستقبل يبنى بالشباب. ريان يسلي ليس اسما يطرح من باب الجدل بل من باب الاستحقاق. 25 سنة فقط، في سن الحارس الذهبي. لا يرتبك عندما تعود إليه الكرة، لا يتسرع في الإبعاد، يقرأ اللعب، يتمركز جيدا، يثق بنفسه، وهذه صفات لا تدرس بل تبنى مع الوقت. القصة الأعمق، رسالة للشباب. قصة ريان ليست فقط قصة حارس بل قصة شاب جزائري آمن بهدفه فذهب ليسجله بنفسه في ملعب الحياة. إلى كل شاب يشعر أنه بعيد عن الأضواء، إلى كل من يملك حلما ويظن أن الطريق طويل، انظر إلى ريان يسلي. لم ينتظر أن يطلب بل فرض اسمه بالأداء. لم يشتكي من ضعف الدوري بل صنع فيه مجده. الفرصة لا تأتي دائما، أحيانا يجب أن تصنعها أنت. هل حان الوقت؟ كأس العالم يقترب والمنتخب بحاجة إلى روح جديدة، إلى حارس جريء، طويل، مرن، سريع الردة، وهادئ تحت الضغط. هل يكون ريان يسلي هو المفاجأة القادمة؟ هل نرى اسمه قريبا في قائمة المنتخب الوطني؟ الأيام ستجيب، لكن المؤكد أن الجزائر لا ينقصها المواهب بل فقط الجرأة في منح الفرصة. في النهاية أعزائي المشاهدين، إذا أعجبكم هذا الطرح لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، واكتبوا لنا في التعليقات أي موهبة جزائرية ترونها تستحق الضوء في الفيديو القادم.